كلفت انا في قياده. اي هذا اللي عملناها، ومحمود يساعدني اخوي محمود دوسري، واخوي عذبي مسؤول العمليات. وعذبي امانه الشهاده في مجروحه. ابوه مستشهد من الطرف الايمن ويعمل في الطرف الأيمن. وعندنا كان خالد اخوه كذلك، الرجال بمعنى الكلمه كلهم عسكريين، عسكريين وفحول ضباط. وعذبي ما هو سهل، قطني تلقاني كل شيء تبيه. عذبي احنا بانتظاره، ابو فهد طير شلوال. عذبي الوصف عنه قليل. عذبي انا جربته ايام المحنه وايام الشدائد. الكلام في عذبي قليل، ما اقدر اشرح لك. ابو فهد كان يدافع عن البلد، طلعوا ناس كانوا يدمرون البلد. شلون يعني؟ عذبي ايش كان يسوي؟ انا اسالكم. عذبي ما قدم روحه للفداء لهذا الوطن؟ ابوه ما استشهد؟ عذبي اللي دافع هذا عن الوطن للان ما يدش الكويت، واللي حاول يدمر الكويت يطلعوا يفرحون فيه. ولكن احنا نقول الله يصلح الحال. الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح على راسي، على راسي مرتين. يستاهل ريال وفي خير وشجاع وبطل وشوف عيني وسمع اذني. يكفي فخرا ان ولد الشهيد فهد الأحمد، يكفي فخرا ان ربى ونشأ في قصر دسمان. أنا شفته شوف عيني، أول ما كان ضابط مخابير، رجل يعني بدينا يشتغل يفخخ ويسوي ينتقل ويرمي هذا. إحنا بعدين لما صدنا أنا والفجي وهو كمل الراية مع كثير من أعواننا وعناصرنا قادة المقاومة الكويتية، لأن إحنا كنا نشكل أكبر وأهم تنظيم مسلح في الكويت. كانت برئاسة تشكيل ثلاثي، محمد مبارك الفجي، عذبي الفهد، محمود دوسري. إحنا دلتا مثلث. نعم. وعسى الله يفك عوقه، وعسى الله يرد الديره سالم غانم.